الحمد لله أمر ألا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، بيده الأمر وإليه يصعد الكلم الطيب يرفعه. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، طب القلوب وشفائها، نور الأبصار وضيائها، روح الأبدان وعافيتها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن اتبع هداك إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذا المكان الطاهر في بيت من بيوته على الأرض في خير يوم أشرقت فيه الشمس أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته يوم القيامة، وأن يعلمنا من لدنه علما إنه علام الغيوب. حديثي معكم اليوم عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن خليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وهو صبي، أحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. إنه الإمام علي بن أبي طالب، زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة الزهراء، ووالد الحسن والحسين اللذين جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمه ربه من لدنه علما، وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علمه ربه، فجمع بين العلمين. وكان رضي الله عنه وكرم الله وجهه يحدث الموتى في القبور، يحدثهم ويسمعونه ويرد عليه. هذا الإمام علي اجتمعت أحبار اليهود وقساوسة النصارى على أن يعززوه في العلم. عملوا اتفاقية أحبار اليهود وقساوسة النصارى على أن يسألوا الإمام علي أسئلة لا يستطيع أن يجيب عليها. فقالوا له: يا إمام، ما أشد ما خلق الله. وهم يتحيرون في الإجابة، يسألون أسئلة لا يعرفون إجابتها، ولكن من يجيب على هذه الأسئلة أو هذا السؤال المنفرد إنه الإمام علي رضي الله عنه. فقال رضي الله عنه وكرم الله وجهه: أشد ما خلق الله الجبال، ولكن الحديد أشد من الجبال، فالحديد يخلق الجبال، وأشد من الحديد النار، فالنار تلين الحديد، وأشد من النار الماء،
فالماء يطفئ النار، وأشد من الماء الرياح، فالرياح تحمل الماء وتسير به، وأشد من الرياح بني آدم يغلب الريح يلتف في سومه ويقصد طريقه، وأشد من ابن آدم المرض، فالمرض يهزم ابن آدم، وأشد من المرض السكر، فالسكر ينسي الإنسان مرضه، وأشد من السكر النوم، فالنوم يهزم السكر، وأشد من النوم الهم، فالهم ينسي النوم. هذا ما قاله الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، إنهم 10 أشد ما خلق الله 10 أشياء، وأشدهم الذي اختتم به علي رضي الله عنه الهم. اللهم اكفنا شر الهم وشر الهموم، أزل عنا همومنا وأرح قلوبنا بذكرك وطاعتك يا رب. فهم كانوا ينتظرون من الإمام علي إجابة واحدة، ما أشد ما خلق الله، كانوا مستنيين منه إجابة واحدة، ولكن الإمام علي سرد لهم 10 أشياء وختمها بالهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده علم لنا احنا عشان تعرف ان انت اشد من الجبال، واشد من الحديد، واشد من النار، واشد من الماء، واشد حتى ينتهي بك الامر الى النوم، ثم من النوم الى الهم الذي يمنع عنك النوم. طيب، فكيف نتقي الهم؟ ازاي الانسان يتقي الهم؟ ما هو يعتبر كده اصعب 10 واشد 10 التي خلقها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي نتقي الهم. إذا فزعه أمر صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فزعه أمر قام إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، ريحنا بإيه؟ بالصلاة. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، من كان مع الله كان الله معه. والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يستحم به كل يوم 5 مرات أيبقي ذلك من ضرره شيء؟ هيفضل على جسمه وساكن؟ قالوا بلى يا رسول الله، واحد يستحمى كل يوم 5 مرات. قال كذلك الصلاة يمحو بها الله الخطايا ويزيل بها الهموم. الله. صلاة
اللي معظمنا ما بيحافظش عليها في أوقاتها المفروضة، وهي العلاج لنا من الهموم والكرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أهله، فإذا أذن للصلاة قالت عائشة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. يعني النبي بيبقى قاعد مع أهله، إذا أذن للصلاة قام صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة كأنه لا يعرف أهله ولا يعرفونه. الحفاظ على الصلاة. الإمام علي رضي الله عنه وارضاه وكرم الله وجهه كان عالما علمه الله من لدنه علما وأحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. لما أراد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يطرد يهود خيبر قال سأعطين الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكل الصحابة تمنوا أن يكون اللواء بأيديهم. إن من كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم تمنوا أن تكون الراية بأيديهم، ولكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أدى الراية إلى الإمام علي، وكان وقتها في سن 18 من العمر. واحد عنده 18 سنة يعتبر أصغر الصحابة سنا. النبي صلى الله عليه وسلم يديله الراية، فجاء في نفس كبار الصحابة في بعض الشيء. هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ادى الراية لعلي عشان ان هو ابن عمه؟ هل هو ادى الراية لعلي عشان هو ابوش بنته؟ حاجات كتيرة دارت في دماغهم، ولكن لا يعلمون من هو علي. أعطى الراية لعلي بن أبي طالب وقال له يا علي تقدم ولا تلتفت. لما تمشي في اتجاه خيبر ما تتلفتش. فتقدم عليه الصفوف لأنه يحمل الراية. اللي شايل الراية دايما في المقدمة، وكل الصحابة والمسلمين خلفه. تحصنوا بالحصن، يهود خيبر تحصنوا، عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن عليهم الحرب، وهم عندهم حصن بقى مجهزين طعام وشراب وسلاح. تحصنوا بالحصن. لما تقدم علي كرم الله وجهه واقترب من الحصن رماه رام بسهم اوقع الدرع من يده. ماسك الرايه في ايده اليمين والدرع بتاعه في ايده الشمال يحمي به نفسه. لما تقدم عند باب الحصن السهم اللي انضرب من فوق عليه اوقع الدرع من يده، فإذا بعلي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يتناول باب الحصن ويرفعه درع له ولمن يدخل إلى الحصن. قلع الباب بتاع الحصن بإيد واحدة، بالإيد اللي وقع منها الدرع. شال باب الحصن، شالوا إن كان مضربة واحدة ومقفول، شالوا قفله بالحل بتاعه، وأصبح باب الحصن بلا باب. وأشار بيده الأخرى التي تحمل الراية إلى المسلمين
إلى أن يدخلوا إلى الحصن. عندها رفع اليهود الراية البيضاء بالاستسلام، فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ويحملوا ما يستطيعوا من أمتعة. كل واحد عاوز يشيل حاجة يشيلها ويمشي. خلي بالك، وعلي شايف ده مش اسم الاسم. لما الناس خرجوا من الحصن يحملوا أمتعتهم، بعد أن انتهى خروجهم من الحصن ألقى علي كرم الله وجهه باب الحصن على الأرض، فإذا ب14 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 14 صحابي يجتمعون على باب الحصن ليرفعوه عشان يشيلوه، فلم يستطيعوا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن علي يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقول للشيء كن فيكون. تفتكروا ان علي بهذه القوه انه يقدر يرفع باب حصن لمده ساعه او ساعتين بيد واحده حتى يدخل المسلمين الى الحصن ويخرج اليهود من الحصن؟ انما كانت ترفعه الملائكه. الملائكه كانت ترفعه، ولكن هذا دليل على كرامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويحمل فوق عرش ربك، ده بيشيلوا 8 ملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. 8 ملائكة بيحملوا العرش. طيب الملائكة ال8 دول شايلين العرش، ده كلام الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ال8 ملائكة لما قال لهم الله سبحانه وتعالى احملوا عرشي لم يستطيعوا أن يحملوه، فقال الله لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما قالوها ارتفع معهم العرش، فظل العرش يرتفع 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 إلى أن أصبحت أقدامهم في الأرض السابعة وتحتها رياح. يعني العرش ارتفع إلى ما فوق السماء السابعة، وال8 ملائكة أرجلهم أسفل الأرض السابعة وتمر الرياح من تحتها وهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العرش وقوته والملائكة وقوتهم يحملهم الله بقوته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فتوبوا إلى الله واستغفروا. المحمود هو الله والمصلى عليه هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا جعل له قوة يعجز عنها تفسير البشر. عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقول للشيء
كن فيكون. لما اجتمعوا ال14 صحابي عشان يشيلوا باب الحصن وما قدروش يشيلوه، وراحوا للامام علي قالوا له: ماذا كنت تقول عند رفع باب الحصن؟ قال: كنت اقول ما قالته الملائكه الثمانيه. اسمع، انا كنت بقول اللي كانت بتقول ال8 ملائكه اللي شايلين عرش الرحمن: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كلمه سهله، لا حول ولا قوه، اي تخرج نفسك من حولك ومن قوتك وتنضم الى قوه الله سبحانه وتعالى. اذا اخرجت نفسك من حولك ومن قوتك وانضميت إلى قوة الله، سيكون أمرا يسيرا مهما كانت الظروف. أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض. طب ماسك السماء إنها تقع على الأرض؟ طيب ده السماء والأرض وما بينهما وما أسفل من الأرض الكل محمول بلطف رحمته. الأرض دي اللي أنت بتمشي عليها بتدق الماسورة فيها وبتطلع مية بتاعتك، يعني الأرض دي عايمة على مية، والسماء من فوق فيها مياه. أي قوة تحمل ال7 سماوات وال7 أراضين وما بينهما إنها قوة الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ربنا ما فيش حاجة زيه، ما تقدرش تشبهه. ولكن الله سبحانه وتعالى لما يقول إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، ده تشبيه عشان احنا نفهم. بيضرب مثل، ربنا بيضرب الأمثال، ولو قريت في القرآن هتلاقي الأمثال في القرآن عديدة. الله سبحانه وتعالى قوته لا يناظرها شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض وما بينهما ولا يؤوده حفظهما. يعني حفظ الموضوع ده ما يتعبوش، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خلي بالك أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال لك الاسمين دول الإمام علي قال لك من أقوى أسماء الله الحسنى العلي العظيم. فلما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يهون الله عليك كل صعب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ارحم غربتهم وانس اللهم وحشتهم وتقبل اللهم حسناتهم وتجاوز اللهم عن سيئاتهم. اللهم انهم نزلوا بك وانت خير منزول
به، أنت غني عن عذابهم، نسألك لهم الرحمة، الحقنا بهم على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالثلاث وينهى عن الثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وصلوا على من أمرتم بالصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقيموا الصلاة.